يبدا قول لي. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين. رمضان مبارك سعيد للجميع. نلتقي في هذه الحصة التكوينية رقم 8 في أول أيام رمضان الذي أريد أن يكون شهرا إن شاء الله تعالى يدخل علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يباركنا الله عز وجل فيه، وأن يبارك لكم كذلك في مسعاكم العلمي. إذن حصة اليوم إن شاء الله تعالى ستتمحور حول الغرفة العقارية، وآثرت كذلك أن أتحدث عن المساطر الاستعجالية أو المساطر المنوطة بمؤسسة الرئيس، المادة 148 129 عفوا 148 149 153 وما إلى من قانون المسطرة المدنية. ونغبي الطلبة كذلك لأن هناك مجموعة من القواعد الخاصة سواء من يتعلق الامر بالغرفه العقاريه انا غادي نبينها قبل قليل، وكذلك فيما يتعلق بالمسائل الاستعجاليه مقارنه مع الغرف اللي شلنا. غير نعيد واحد السؤال كيتكرر ليا بزاف، لان المشرع من يتكلم عن الغرف المكونه للمحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه اعيد غرفه قضاء القرب، الغرفه المدنيه نعم تحدث عن الغرفه التجاريه ولم يتحدث عن الغرفه الاداريه. غرفه قضاء القرب، الغرفه المدنيه، الغرفه التجاريه، الغرفه الاجتماعيه درنا البارح، الغرفة العقارية، وأقسام الغرفة الزجرية عفوا اللي هي غرفة الجنح الابتدائية، وأخيرا أقسام قضاء القرب. السؤال اللي كيطرح عليا وطرح ليا في الخاص، واش كاين غرفة تجارية بالمحاكم الابتدائية؟ بالنسبة للاختصاص وتكلمت عليه في حصة، نحاول نبسطو عاد ندخل في الحصة ديالي إن شاء الله لأنه مهم جدا وكطرح فيه أسئلة. بالنسبة للاختصاص التجاري المعقود للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة هو في القضايا التي لا تتجاوز 20,000 درهم. القضايا التي لا تتجاوز، القضايا التجارية التي لا تتجاوز 20,000 درهم ينعقد في الاختصاص الغرفة المدنية بالمحاكم الابتدائية. إذا تجاوزنا 20,000 درهم خاصنا نمشيو للمحكمة التجارية المختصة، المحكمة الابتدائية التجارية المختصة. إذا الضابط عندنا هو ماذا؟ هو الاختصاص القيمي. إذا كان النزاع في قضية تجارية لا يتجاوز 20,000 درهم، 2 ديال المليون، ينعقد الاختصاص الغرفة المدنية بقضاء الفردي. الغرفة المدنية قلنا قضاء فردي. وإلا كان كيتجاوز 20,000 درهم نمشيو للمحكمة التجارية، ناهيك على أن كذلك في الغرفة المدنية يتم النظر في الصنف الخاص كذلك في القضية التجارية فيما يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية. الزيادة في السومة الكرائية الخاصة بالمحلات التجارية تنعقد أو ينعقد اختصاص فيها للغرفة المدنية بالمحاكم الابتدائية. إذا باش نحسموا هذا النقاش والطلبة يفهموا، على أساس أنني إن شاء الله تعالى السبت أو الأحد كنجمع في كافة الأسئلة باش نديروا فيها لايف، ونحاول ما أمكن نجاوب على كافة الأسئلة مهمة جدا وغتساعدنا أننا نفهموا الحيز اللي درنا. أعيد أو أرجع، قلت أن الغرفة العقارية من الغرف بطبيعة الحال اللي كتشكل منها المحاكم الابتدائية. إذن الغرفة العقارية نغبي الطلبة يستوعبوا هذه المسألة مزيان، كيف تحال عليها القضية. راه ماشي بحال الغرفة المدنية. الغرفة المدنية شنو قلنا؟ كتحال على القضية بماذا؟ بمقال مكتوب من طرف المدعي، النائب ديالو او الوكيل ديالو، او بتصريح شفوي. ياك هادشي اللي قلنا مزيان. والغرفه العقاريه، الغرفه العقاريه الله يرضي عليكم هناك جهه اخرى مهمه وحاسمه كذلك في احاله القضايا على الغرفه العقاريه، اللي هي المحافظ على الاملاك العقاريه فيما يتعلق بالعقار في طور التحفيظ. لاحظوا معايا، اذا الغرفه العقاريه تحال عليها القضيه بمقال مكتوب موقع من طرف المدعي أو نائبه أو وكيله، وتكلمنا على وكالة الخصام، أو من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. كيف؟ لأن العقار في طور التحفيظ من كيكون إجراء التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية، وكنمشيو في إطار تأسيس الرسم العقاري كيتقدموا بعض الأشخاص بتعرضات.
هذاك التعرض اللي كيتقدم بهذاك الشخص هذاك بمثابه مقال للدعوه، لانه طلب يجب ان يرفع الى المحكمه. نعم، المشرع منح للمحافظ واحد الهامش، واحد اختصاص أن ينظر في بعض التعرضات، لكن في غالبية الأحيان أن هذه التعرضات ترفع إلى المحاكم الابتدائية في الغرفة العقارية للنظر فيها في صحة التعرض من عدمه. لاحظوا معي، بالنسبة للعقار في طور التحفيظ المحكمة تنظر في صحة التعرض من عدمه، وذاك الرسم القضائي، لأن القضية العقارية هي أو المقالات اللي كتمشي للقضية العقارية هي مقالات مادة محددة ماشي غير محددة. وأنا عاود نرجع نفرق بين المقالات المحددة والمقالات غير المحددة. قلت في حصص سابقة المقالات محددة القيمة هي اللي كيكون عندها اختصاص قيمي معين. قلنا 5000 درهم ولتحت قضاء القرب، 5000 درهم والفوق المحكمة الابتدائية الغرفة المدنية بطبيعة الحال. وقلنا أن هذا الاختصاص القيمي كيترتب عليه واحد الأثر مهم جدا هو أداء الرسم القضائي. وفرقنا بين الرسم القضائي الثابت والرسم القضائي النسبي، وقلنا أن القضايا أو الدعاوى محددة القيمة كيسري على ماذا؟ الرسم القضائي النسبي، يعني يخضع لنسبة معينة. أما الرسم القضائي الثابت هو المحدد من طرف المشرع. قالوا للمالي ديال 1984 ما كنعملوا به دابا إذا كيكون ثابت. أما الرسم النسبي يخضع لنسبة معينة، وقلنا أن من 1000 درهم ل 5000 درهم كنأدي 4%، نسبة ماذا؟ 4%. من 1000 درهم ل 5000 درهم كنأدي نسبة 4%، وأقل ما يستخلص ماذا؟ 50 درهم. من 5000 درهم ل 20000 درهم كنطبق النسبة ديال 2.5%، 2.5% النسبة، وأقل ما يستخلص 200 درهم. إلا فتنا 20000 درهم هنا 1% زائد 300 درهم. متفقين؟ هذا ما يتعلق بالرسم النسبي. القضايا العقارية لا يصدق على الرسم النسبي، اللي هي قضايا عامة وغير محددة، وبالتالي يسري على مدى الرسم الثابت. إذن الغرفة العقارية ابتداء هي غرفة ثلاثية يعني جماعية. وقلنا أن المشرع من كنا كنتكلموا على التنظيم القضائي، المشرع يأخذ من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي. قلنا غرفة قضاء القرب فردي، الغرفة المدنية فردي، الاجتماعية فردي، التجارية بالمحكمة الابتدائية اللي كندير في المحكمة المدنية فردي، علما أن التجاري راه قضاء جماعي. من غادي نتكلموا في المحاكم التجارية نتكلموا على القضاء الجماعي، لكن بالمحاكم الابتدائية الغرفة التجارية مدمجة في الغرفة المدنية فردي، الغرفة الاجتماعية فردي، لكن الغرفة العقارية قضاء جماعي، بمعنى 3 ديال القضاة وكاتب الضبط. متفقين؟ وهذه الغرفة العقارية يمكن أن تتوزع إلى مجموعة من الهيئات. الهيئة ديال العقار العادي والمحفظ، العقار على حساب عدد القضايا. مثلا نحن عندنا في ابتدائي تأسفي غرفة العقار العادي والمحفظ، وهيئة العقار في طور التحفيظ. دوك المقالات والملفات اللي كتجينا من عند المحافظ على الاملاك العقاريه، كتجينا عند المحافظ على الاملاك العقاريه اثناء التنازع في انشاء الرسوم العقاريه. متفقين؟ اذا عندنا العقار العادي المحفظ والعقار في طور التحفيظ. العقار العادي والمحفظ طبيعي جدا ان المقالات كتجي لصندوق المحكمه وكيتادى هذاك الرسم القضائي الثابت. الرسم القضائي الثابت شحال في القضايا؟ 150 درهم، 3000 ريال، 150 درهم، هذا رسم ثابت. لاحظوا معايا، القضيه العقاريه ادي رسما قضائيا ثابتا اللي هو 150 درهم. هذيك 10 درهم اللي كتزاد كنسموها ديال الدمغه. متفقين؟ اذا 150 درهم كرسم قضائي ثابت يؤدى على العقار العادي والعقار المحفظ. اما العقار في طور التحفيظ هذه الفلوس دي 150 درهم فين كتأدى؟ امام المحافظ على الاملاك العقاريه اثناء مدى اجراء التعرض. وضروري ان ذاك المحافظ مني كي يحيل الملف على المحكمه اللي كيحل جميع الوثائق ديال القضيه على المحكمه، وذاك التعرض كيكون بمثابه مقال افتتاحي. لاحظوا معايا ان التعرض ممكن ان يكون بمثابه مقال افتتاحي للدعوه، ونحن شرحنا المقال الافتتاحيه والمضاده والاضافيه والمقاصه وكذا. طلبه يرجعوا للحصص السابقه باش يمكنهم يواكبوني، لان حنا غاديين دابا في اطار الحصص. اذا امام المحافظ على الاملاك العقاريه كندير تعرض، وهو طلب في اطار المنازعه. المنازعه ترفع الى المحكمه من طرف من؟ المحافظ على الاملاك العقاريه كيحيل علينا هذه القضيه. ما كتدخلش صندوق المحكمه، اللي كيدخل صندوق المحكمه هو العقار العادي بطبيعه الحال والعقار المحفظ. متفقين؟ اذا لا جاني السؤال مثلا تحال او مثلا الدعاوى امام المحاكم الابتدائيه، او تقام الدعاوى العقاريه امام المحاكم الابتدائيه بمقال افتتاحي، نعم
بمقتضى التعرض أمام المحافظ على الأملاك العقارية؟ نعم. إذا بمثابة مقال افتتاحي موقف عليه من طرف مدعي، من طرف نائبيه أو وكيليه، أو بمقتضى التعرض أمام المحافظ اللي كيحيل علينا، وهذاك المتعرض كيقول هو الطرف المدعي، وهذاك الطالب ديال التحفيظ كيقول هو الطرف المدعى عليه. إذا المتعرض في المرحلة ديال التقاضي أمام المحكمة كيولي عبارة عن مدعي، والطالب التحفيظ كيولي مدعى عليه. إذا طريقة إقامة الدعوة العقارية أمام الغرفة العقارية وضحت. والغرفة العقارية نعاود نرجع قضاء جماعي ثلاثي، ثلاثة ديال القضاة، رئيس الهيئة وجوج اللي معاه مساعدين بطبيعة الحال وكاتب الضبط. الاختصاص المعقود اختصاص النوعي راكم عارفينه، القضايا العقارية العينية والقضايا المختلطة. العقارية ما غتلقاش معكم مشكل، احنا شرحنا في حصص سابقة. العينية ما غتلقاش معها مشكل، مدونة الحقوق العينية. القضايا المختلطة، القضية المختلطة عندما يختلط حق شخصي مع حق عيني، ملي كيكون مختلط حق شخصي مع حق عيني بطبيعة الحال، هنا كنمشيو إلى ماذا؟ إلى الغرفة العقارية. أي حاجة فيها ريحة العقار أو فيها ريحة أحد الحقوق العينية كيتجرينا للقضاء الجماعي في إطار التكييف اللي كنعطيو هذه القضية ملي كتوضع في الصندوق. الاختصاص المحلي، الاختصاص المحلي المشرع هنا في القضايا العقاريه في الغرفه العقاريه بقي مخلصا لديك القاعده اللي قلنا ديال ان المدعي يتبع المدعي عليه في عنوانه. هنا شنو كاين؟ المحكمه التي ينعقد لها الاختصاص في النظر في القضايا العقاريه او الغرفه هي محكمه ماذا؟ موقع العقار. المحكمه اللي كتوجد في العقاريه، لكن احنا مجموعه ديال الاشخاص باغيين شي كل واحد في مدينه بغينا نضرب على واحد العقار كاين في الصويره، غادي ندعوا في الصويره. لماذا؟ لأن العقار اللي كيدوز صويرة لأنه قد يخضع لإجراءات، غالبا القضايا العقارية هي صعبة ومعقدة وكتخضع لإجراءات تحقيق الدعوة المدني. ممكن حصة نديروا فيها غير هذه الإجراءات ديال تحقيق الدعوة العمومية كيدار فيها المعاينة والخبرة. إذا ملي كدار المعاينة شكون اللي كيديرها؟ المحكمة أو الهيئة اللي كتنظر في النزاع. ما يمكنش الهيئة في مدينة أخرى تدير معاينة العقار في مدينة أخرى. إذا هنا المشرع أعطى الاختصاص لمن؟ أعطى الاختصاص للمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها موقع العقار بطبيعة الحال، هي التي من حقها أن تنظر في الدعوى العقارية المعروضة عليها. بالنسبة للدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، هنا المشرع أعطى جوج اختصاصات. شوفوا معايا، القضايا العقارية الصرفة محكمة موقع العقار. القضايا المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، هنا كنمشوا إما إلى محكمة موقع العقار، لاحظوا معايا، أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه. إذا ملي كتكون القضية مختلطة إما أن نمشي لمحكمة موقع العقار في كيتواجد العقار، أو المحكمة اللي كيسكن بها ماذا؟ المدعى عليه. وتكلمنا على الموطن، كنقول اما يكون عنده موطن اصلي او مختار، ومحل اقامه بالنسبه للاشخاص الذين لا يتوفرون على عنوان بالمغرب او ساكن بالغروه او لا يتوفروا على موطن بالمغرب. الاشخاص الذين لا يتوفروا على موطن بالمغرب هما اللي كنقول محل الاقامه. كنعاود هذا الشيء باش الطلبه يترسخوا لهم هذه المفاهيم هذه. اذا بالنسبه للقضيه المختلطه كما قلت نمشيو لمحكمه موقع العقار او المحكمه بطبيعه الحال اللي كيتواجد دائره نفوذ المدعى عليه. المسطرة مسطرة كتابية. الهيئة الجماعية، أنا كنتكلم على الخصائص ديال الدعوة العقارية، فيها واحد الخاصية كذلك مسطرة ماذا؟ مسطرة المقرر. تكلمنا في الغرف السابقة على أن بمجرد ما كيتوضع المقال وكيتسجل وكيتأدى عليه ذاك الرسم القضائي كيتم تعيين ماذا؟ القاضي المكلف. كنا كنتكلموا بالقاضي المكلف، القاضي المكلف في القضاء الفردي. قلنا قضاء القرب فردي، المدنيه فردي، قلنا الاجتماعيه فردي، ايوا دابا الغرفه العقاريه جماعي. اذا غنتكلموا بمسطره المقرر. يتم تعيين ماذا؟ قاضي مقرر. ملي كتسمعوا القضاء الجماعي هنا قاضي المقرر يتم تعيينه من طرف من؟ من طرف رئيس المحكمه. امر بتعيين قاضي في القضيه. اذا القاضي المقرر هو اللي كتجو عنده القضيه، ماشي رئيس الهيئه. متفقين؟ اذا القاضي المقرر هو الذي يدبر الاجراءات المسطريه ديال الدعوه العقاريه، هو الذي يوجه الاستدعاءات، كيعطي الامر ديال توجيه استدعاءات الاطراف. ولا تكلمنا على الاستدعاءات في حصص سابقه ومشينا طرق التبليغ ومشينا 37 وناقشنا هذا الموضوع كله. اذا هو اللي كيعطي توجيه الاستدعاء للاطراف بطبيعه الحال، وهو اللي كيقوم بتدبير كافه الاجراءات ديال تبدل المذكرات وما الى ذلك الى حين سيروره القضيه ماذا؟ جاهزه للنطق بالحكم. بمعنى انه كيبلغ الاطراف، يحضروا الاطراف بطبيعه الحال، لان القضيه العقاريه هي مساطر تواجهيه.
خص الاطراف يجوا كل واحد يدافع على المركز القانوني ديالو. مني كيجوا كيبدا يتبادلوا المذكرات، اللي كيصرف هذا العمليه هو القاضي المقرر. مني كتصبح القضيه جاهزه، يعني كنستنفذوا المذكرات والاجل تعطينا الاطراف، ودرنا كاع كذلك درنا احدى اجراءات ديال تحقيق الدعوه المدنيه، المحكمه دارت معينه او خبره او ما الى ذلك، القضيه اصبحت جاهزه للحكم. هنا القاضي المقرر ماذا اش كيدير؟ يصدر امرا بالتخلي، يعني يتخلى عن القضيه، يصدر امرا بالتخلي وترفع القضيه الى الجلسه العلنيه امام الهيئه. لاحظتوا معايا؟ لان اجراءات القاضي المقرر كتكون بالمكتب، كيوجه، كيبلغ الاطراف، كيدير الاجراءات، كيتبع القضيه الى حين كتصبح نهائيه، لانه هو اللي غادي يعطي رايه في ديك القضيه اللي غادي تحكم. نعم يتم التداول بين باقي القضاة، لكن هو اللي كيعطي رايه، لانه هو اللي كيتبع القضيه منذ بدايتها بعد تعيينه من طرف رئيس المحكمه. اذا هذه القضيه المقربه كتصبح القضيه جاهزه للحكم، كيصدر فيها واحد الامر بالتخلي، امر بالتخلي، وتحال على الجلسه العلنيه لكي تحجز. لماذا؟ للمداوله والبت فيها. المداوله في القضاء الجماعي، التامل في القضاء الفردي. قلنا القاضي المكلف هذاك ما عنده مشكل، كيدوز الملفات ديالو في الجلسه العلنيه، لكن القاضي المقرر كيمشي في هذه المسطره بطبيعه الحال الى حين سير القضيه جاهزه للحكم، يحيل على الجلسه العلنيه، تناقش بجلسه علنيه، وتحجز المداوله لصدور حكم فيها. الاحكام التي تصدر في الماده العقاريه هي احكام ابتدائيه. مني كنقول حكم ابتدائي دائما مع حفظ الحق بالتعليم بالاستئناف. اذا ملي كنقول حكم ابتدائي، ملي كنقول حكم انتهائي غير قابل للطعن بالاستئناف. نفرقوا الاحكام الانتهائيه لا تقبل الطعن بالاستئناف. كتجي اسئله: الحكم هل يقبل الطعن بالتعرض لا يقبل الطعن بالاستئناف. يقبل الطعن بماذا؟ بالنقد. احكام انتهائيه تقبل الطعن بالنقد، اما الاحكام الابتدائيه نعم تقبل الطعن بالتعرض او بالاستئناف. هنا غندير حصه خاصه بطرق الطعن العاديه، التعرض والاستئناف، وغنبين كافه الاحكام والقواعد المعطره لهذا النوع من الطعون. اذا ملي كنقول ابتدائيا مع حق الطعن بالاستئناف، بطبيعه الحال الاستئناف دائما يكون داخل اجل 30 يوما، الاستدعاء كيسري عليه نفس الاجل ديال 5 ايام و15 يوم. هذا ما يتعلق بالغرفه العقاريه ومختلف الاحكام اللي يمكن تنظمها بطبيعه الحال. امر الى المساطر الاخرى المتعلقه او اللي كتمشي لمؤسسه الرئيس، وهنا نغبي الطلبه كذلك يكونوا شويه طونتيف. لماذا؟ لان هناك ما هي مساطر نوعيه خاصه فيها الطابع الولائي والطابع القضائي، هانتم غادي تشوفوه دابا، وثم ان فيها بعض التفاصيل اللي كتكون موضوع اسئله، وهي تفاصيل ان شئتم في زوايا مظلمه شي شويش خاصها تخرج، خاصنا نعرفوها، نفهموها، نتمثلوها، كيسهل عليا انني نجاوب. اذا شنو المساطر المنوطه بمؤسسه الرئيس؟ ما تكلمش على الغرف، والمشرع مني كان كيتكلم، لاحظوا معايا، ومكتب المحكمه اللي تكلمنا عليه هو اللي كيحدد الغرف، الهيئات، المواقيت ديال انعقاد الجلسات والايام وما الى ذلك، وتوزيع المهام على القضاة. هل تكلم عن المساطر المختصه بالرئيس؟ ابدا. لاحظوا معايا، مكتب المحكمه ماشي هو اللي كيوزع، بل ان رئيس المحكمه هو الذي يتحكم في هذا النوع من المساطر. لماذا؟ لان مثلا من غنشوفوا اوامر مبنيه على طلب هي اوامر يوميه. مكتب الرئيس يستقبل ما بين 10 ملفات 15 ملف يوميا، اما المحاكم الكبيره راه كتمشي ما بين 20 حتى 30 قضيه يوميا. اذا ما يمكنلك تحدد لها وقت معين او ساعه معينه او جلسه معينه. علاش؟ لان كيضربها في المكتب هاني جاي. اذا المساطر المنوطه بمؤسسه الرئيس هي الاوامر المبنيه على المطالب، المستعجلات، والامر بالاداء. طيب نبداو بالاوامر المبنيه على الطلب. الاوامر المبنيه على الطلب هي مسطره منوطه بالرئيس وحده والمشرع. لماذا قال وحده؟ راه ملي كيقول المشرع وحده لا ماشي معنى ان ما ينوبش لاحد القضاة، لان هذه الاعتبارات هي التشريعيه. الا قلنا الرئيس بوحده، واش هذا الرئيس ما كياخذش الرخصه ديالو؟ واش هذا الرئيس ما كيمرضش؟ واش هذا الرئيس ما كتكونش عنده بعض المهام اللي كيمشي؟ وهذه المساطر هي مساطر يوميه. اذا نعم، الى جاني السؤال من ينظر في الاوامر على الطلب؟ ينظر فيها الرئيس او احد نوابيه، ما كاينش مشكل. احد القضاة الاخرين لا الرئيس قال الرئيس او نائبيه، ما نعطوش اختصاص مثلا رئيس الغرفه المدنيه او الغرفه الاجتماعيه ومن ذلك. اذا الاوامر ينظر فيها الرئيس وحده او احد نوابه. لماذا قال المشرع وحده؟ قال وحده لان ينظر فيها بمكتبه دون حضور كاتب الضبط. حذاري، كندير مقال ديالي انا كذلك، والمشرع هنا في الاوامر على الطلب ما تكلمش على التصريح وليداتي، ما تكلمش على التصريح اللي كيتلقاه كاتب الضبط. لاحظوا معايا،
لان هنا ما كاينش كتابه الضبط، ما كاينش كاتب الضبط مع الرئيس. في الاوامر المبنيه على طلب هاد الدعاوى كتقام امام مؤسسه الرئيس بمقال مكتوب يؤدى عن رسم قضائي ثابت قار. شحال هذا الرسم القضائي اللي كنأدوا على الاوامر؟ 50 درهم، 50 درهما رسم قار. اذا مقال مكتوب يؤدى عن رسم قضائي قار اللي هو 50 درهم ويحال على رئيس المحكمه. تكلمنا على المقالات الاخرى، قلنا ملي كتدخل هذاك القاضي المكلف او القاضي المقرر كيوجه استدعاءات. في الاوامر على طلب لا يتم توجيه استدعاء للاطراف، ما فيهاش مسطره الاستدعاء للجلسه. لماذا؟ لان هي اوامر فوريه ينظر فيها الرئيس بمجرد احالته عليه بمكتبه دون استدعاء الاطراف. اذا ما فيهاش ماذا؟ ما فيهاش التواجهيه بين الاطراف. التواجهيه العقاريه كاين في القرب، كاين في الاجتماعي، كاين في المدني. نعم، اوامر ما فيهاش التواجهيه وما فيهاش استدعاء الاطراف. اذا من ما فيهاش التواجه الاطراف، الرئيس ينظر في الطلبات المعروضه عليه في اطار الاوامر على الطلب في غيبه الاطراف، لا الطرف المدعي ولا الطرف المدعى عليه. اذا ينظر في غيبه الاطراف في مكتبه دون ان يرتدي البدله الرسميه اللي كيمشي بها للجلسه. اذا هذا في اطار المساطير الولائيه، ما كيلبس البدله، ما كينظرش هادشي في الجلسه، وما كيحضرش مع كاتب الضبط، وما كيدارش محضر ديال الجلسه. لان لا دار محضر وجوبا خص يكون كاتب الضبط، كيوقعوا الرئيس. هنا ما كاينش كاتب الضبط، الرئيس بوحدو يصدر امره في غيبه الاطراف ودون حضور كاتب الضبط بطبيعه الحال. متفقين؟ اذا اعيد بسرعه. الاوامر على طلب كتكون بناء على مقال ماشي تصريح شفوي، يؤدى عن رسم قضائي قار اللي هو 50 درهم بطبيعه الحال. لا يخضع لاجراءات الاستدعاء لانها تنظر في غيبه الاطراف، وان القاضي او رئيس المحكمه لا يحضر مع كاتب الضبط في مثل هذا النوع من القضاء. اذا ينظر فيها لوحده دون حضور كاتب الضبط. طبيعتها القانونيه والنظريه، هذه الاوامر اللي كتصدر غير قابله للطالب الاستئناف. لاحظوا معايا، غير قابله للطالب الاستئناف الا في حاله الرفض، بمعنى ان اتقدم بالطلب لرئيس المحكمه. في هذه الحاله رئيس المحكمه يتصدى برفض الطلب، عند الحق نستأنفه داخل اجل ماذا؟ 15 يوم. ما كيتبلغش ليا من تاريخ صدور الامر. من كيصدر الامر داخل اجل 15 يوم عند الحق نستأنفه في حاله ماذا؟ في حاله الرفض. اما اذا استجاب الامر للمطالب ديالي، لان كتمشي هذه الاوامر كتمشي في اطار محضر اثبات حال، حجز تحفظي، وضع وجيبه كرائيه لواحد الشخص كاري من عنده، ما كيبغيش يشد عندك، كتجي عند الطلب كدير واحد الطلب ديال عرض واجبه كراء او ايداعها بصندوق المحكمه، خاصك امر ديال رئيس المحكمه. هذه كلها قضايا او كلها مجموعه من القضايا ذات الطابع الاستعجالي. هذا الشيء اللي كيدير فيها رئيس المحكمه في اطار الاوامر على الطلب. اذا الى حكم برفض الطلب عند الحق نستأنف داخل اجل 15 يوم، ولا حكم وفق الطلب ما بقاش عندك الحق طالب الاستئناف الطرف المدعي عليه. ولكن المشرع حدد حالتين اللي يمكن لها الطعن بالاستئناف حتى في الحكم وفق الطلب، متى تعلق الامر بمحضر اثبات حال او توجيه انذار. عقلوا عليه يكون موضوع اسئله. اذا استجاب قاضي الامور المستعجل هو رئيس المحكمه الى الطلب بشان انجاز محضر اثبات حال او توجيه انذار لاحد الاطراف، الطرف المدعى عليه الموجه اليه هذا الاجراء من حقه يستأنف داخل اجل 15 يوم من تاريخ التبليغ. من تاريخ ماذا؟ من تاريخ التبليغ. شوفوا معايا، الرفض ديالي انا من تاريخ صدور الحكم، مني كنبلغك لاني ما عنديش عنصر الاعلام والتوقع. بجرد ما كتبلغني اذا تعلق الامر باثبات حال او توجيه انذار عندي الحق نستأنف داخل اجل 15 يوم. اذا الاوامر على طلب لا تقبل الطلب بالاستئناف، تقبل الطلب بالاستئناف في حاله الرفض، تقبل الطلب بالاستئناف في حاله القبول، في حالتين فقط ما تتعلق الامر محضر اثبات حال او توجيه انذار، لان موضوعات الاوامر على الطلب هي كثيره جدا. كما قلت، حجز التحفظيه، ايداع واجبات الكراء، مجموعه ديال الاجراءات اللي كتكون وقتيه اللي كيحتاج بعض الاطراف كتدخل في هذا الاطار. اذا تعلق محضر اثبات حال توجيه انذار تقبل الطلب بالاستئناف، ما عدا ذلك لا تقبل الطلب بالاستئناف، تنصر غيابيه وانتهائيه. ولا تقبل الطعن بالتعرض بالرغم من انها غيابيه. لا تقبل الطعن بالتعرض، تقبل الطعن بالاستئناف وفق الاحكام اللي تكلمت عليها قبل قليل. مزيان. اذا من ينوب عن رئيس المحكمه في النظر في الاوامر على طلب الى مشى حتى كان غايب وما كاينش؟ المشرع هنا تكلم عن ماذا؟ عن اقدام القضاة.
أقدم القضاة. إذا أقدم القضاة يمكن أن ينوب عن الرئيس كنائب له في هذا النوع من القضايا. هذا فيما يتعلق بالأوامر على طلب بسرعة. قضايا المستعجلات، هنا الأمر سيختلف شيئا، سيختلف. قضايا الاستعجالية المشرع حدد لها شرطين أساسيين باش نمشيو لقضاء المستعجلات، وهي اختصاص ديال رئيس المحكمة. أولا توفر عنصر الاستعجال، ثانيا عدم المساس بالجوهر بالموضوع. متى كان النزاع يتعلق بالجوهر الموضوع خاصة نمشيو عند قضاء الموضوع، مشيو للغرفة المدنية، مشيو للغرفة العقارية حسب الاختصاص، أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالجوهر نعم اختصاص ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة. إذا المشرع منح لرئيس المحكمة النظر في هذه القضية الاستعجالية بطبيعة الحال، وإلى غاب أو تعذر حضوره أو ما إلى ذلك يمكن ينوب عليه من أقدم القضاة. من المشرع يقول أقدم القضاة، بالطلبة يضبطوها في الأوامر على طلب وفي المستعجلات. إلى غاب رئيس المحكمة اللي هو اللي عنده الاختصاص الأساسي وسط الرئيس، أقدم القضاة هو الذي يمكنه أن ينوب عنه في إصدار هذا النوع من الأوامر. طيب، تكلمنا في حصص سابقة على أن الجمعية العامة مكتب المحكمة يحدد أيام وساعات انعقاد الجلسات في الأمور المستعجلة. هل يتقيد رئيس المحكمة بالأيام العادية الاثنين الجمعة أيام العمل؟ اش قلنا في الجلسات كتنعقد في الأيام العادية ديال العمل باستثناء السبوت والأحد. كيقول هو الأحد كيدخل فيها السبت والحد، وكذلك مدى العطل. ملي كندوي على العطل كندوي على العطل الرسمية والدينية. إذا ملي كتكون العطل الرسمية والدينية ما يمكنش تنعقد الجلسة، والسبت والحد ما يمكنش تنعقد الجلسة. أما في الأمور الاستعجالية نعم يمكن لرئيس المحكمة هو الذي يتحكم في تعيين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل حتى خارج أيام العمل. يمكن يعقدها بالليل، يمكن يعقدها نهار السبت، يمكن يعقدها نهار الحد، يمكن يعقدها في عيد الأضحى، في عيد الفطر، في الأعياد الدينية أو الوطنية، متى توفر ماذا؟ عنصر الاستعجال. إذن القضايا المستعجلة المشرع خرج فيها على ذاك النظام ديال أيام العمل، ويمكن أن تنعقد. يجيني سؤال، تنعقد الجلسات ماشي الأوامر على طلب حذاري، الأوامر على طلب راه فيها الاثنين تاع الجمعة. قضايا المستعجلة اللي تكلم عليها المشرع أو كان المادة 149 واضحة اللي كتكلم طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام السبت والأحد، وكذلك أيام الأعياد الدينية والوطنية. متفقين؟ إذا القضية المستعجلة ما يسمى بالاستعجالي في جميع الأيام متى توفر عنصر الاستعجال بطبيعة الحال، حتى وإن كان النزاع معروض على المحكمة. نفس الأمر بالنسبة للقضية المستعجلة، تقديم طلب. إذا كيتقدم طلب للمحكمة، الرسم القضائي اللي كيتأدى عليه اش قلنا في الأوامر على الطلب؟ قلنا 50 درهم. بالنسبة للقضية الاستعجالية 100 درهم كرسم ثابت محدد القانون، كنستخلصوا 100 درهم. متفقين؟ إذا يتم أداء 100 درهم بطبيعة الحال بصندوق المحكمة على المقال، يحال على رئيس المحكمة الذي يحدد ساعة ويوم انعقاد الجلسة للنظر في الطلب المعروض عليه، ويقوم كذلك باستدعاء الأطراف. إذن في واحد الشق في القضية الاستعجالية يجيني السؤال، واش التواجهية؟ نعم يتم استدعاء الأطراف، ولكن في ذات الآن يمكن لقاضي المستعجلات أن ينظر في غيبة الأطراف. إذا القضية المستعجلة تحتمل الحالتين أو الوجهين. يمكن لي نستدعي الأطراف يحضروا في الساعة والنهار واليوم اللي أنا غندير فيه الجلسة، ويمكن لي ننظر فيه في غيبة الأطراف متى توفرت ماذا؟ حالة الاستعجال. المشرع أعطاني الحق. إذا يمكن نستدعي المدعى عليه طبقا المادة 37 و 39. إذا كانت هناك على الاستعجال القصوى ما كنستدعي حتى واحد ونبت في النزاع. علما قلنا الأجل ديال الاستدعاء 5 أيام إذا كانت الأشخاص كيتواجدوا في دائرة نفوذ المحكمة، و15 يوم إذا كانوا خارج دائرة نفوذ المحكمة في المادة المدنية والعقارية والأسرية أو عفوا ديال قضاء القرب. قلنا في المادة الاجتماعية المشرع حدد أجل 8 أيام فقط، سواء كان كيتواجد داخل دائرة نفوذ المحكمة وخارجها. في المادة الاستعجالية لا يتقيد الاستعجالي بهذا الأجل اللي حدده المشرع من باقي القضايا. يمكنني نبلغك تكون عندي جلسة غدا عندنا الأربعاء، اليوم 3، يمكن لك تبلغ نهار 3 والجلسة نهار الأربعاء على سبيل أمور مستعجلة، والمشرع لم يرتب ماذا؟ البطلان.
المشرع رتب البطلان إذا تخلف الأجل في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، لكن في المادة الاستعجالية لم يرتب البطلان. لماذا؟ لأنه لم يتقيد بأجل معين. أعيد، إذا كذلك رئيس المحكمة عندما يحدد ساعة ويوم انعقاد الجلسة يمكن له وجه صلة الأطراف. خذ الطرف المدعي، الطرف المدعي واللي كيجيب مقال كيكون حاضر كيتبلغ غالبا الطرف المدعى عليه. المشرع لم يحدد لي أجل، والمشرع أعطى الرئيس المحكمة أنه ينظر في الطلب المعروض عليه متى توفرت حالة استعجال القصوى، وحالة استعجال القصوى تعود للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة. متفقين؟ هذا النوع من القضايا كذلك كما هو الشأن للأول على الطلب مسمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. ملي كنسمعوا التنفيذ المعجل بالقانون حتى وإن تم الطعن في الاستئناف، لأن الأمور السعجالية تقبل الطلب بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وأنا غادي نجي ماشي أمام الرئيس الأول، غادي نجي تقبل الطلب بالاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. 15 يوما من تاريخ التبليغ، حتى وإن تم استئنافها فإنها تنفذ. لماذا؟ لأنها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بطبيعة الحال، ولا تقبل الطعن بالتعرض. يجيني سؤال: الأوامر الاستعجالية تقبل الطعن بالاستئناف؟ نعم. تقبل الطعن بالتعرض؟ لا. داخل أجل 15 من تاريخ التبليغ؟ نعم. إذا الأوامر الاستعجالية كما قلت لا تقبل الطعن بالتعرض، مشمولة بالنفاذ المعجل تقبل الطعن بالاستئناف بطبيعة الحال، وتخضع لإجراءات التبليغ. دائما التبليغ في المادة المدنية الله يرضي عليكم بناء على طلب، باستثناء المواد كلها في المدني باستثناء العقار في طور التحفيظ. العقار في طور التحفيظ ما كيكونش بناء على طلب، ممكن للمحكمة أن تقوم بتبليغ الطرف من أجل أن يصبح الحكم نهائيا وترجعه إلى المحافظ على الأملاك العقارية. ومن غادي يجي إجراءات التبليغ والتنفيذ غنتكلم في هذه الاختلافات وتعرفوا هذه التفاصيل كلها. إذا دائما التبليغ يكون بناء على طلب، كناخذ نسخة تبليغية وكنمشي نبلغ الطرف الآخر بطبيعة الحال، وأقوم بتنفيذ الحكم دون انتظار أجل انصرامي، أجل ديال الاستئناف. ويمكن الطرف الآخر بطبيعة الحال يستأنف أمام محكمة الاستئناف وليس أمام الرئيس الأول، بمعنى أن الاستئنافات المتعلقة بالقضية الاستعجالية عندما تحال على محكمة الاستئناف تحال على الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف. ومني غادي نجي نتكلم على الغرف ديال المحاكم ثاني درجة غنتكلم على هذا الموضوع. إذا سواء تعلق الأمر بالأوامر على طلب أو تعلق الأمر بالأوامر الاستعجالية، عندما تحال على محكمة الاستئناف هي تحال على الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف لفات التشكيلة الثلاثية. وهنا كتبدا المسطرة الكتابية، ما كتبقاش الشفوية، كتبدا المسطرة الكتابية. ضرورة تنصيب محامي. ملي كنتقدم مقال، المقالات كلها كتوفر المسطرة الكتابية تنصيب محامي تحت طائلة مدى عدم قبول الاستئناف أو ميعطاب والأوامر الاستعجالية. إذا التبليغ في المادة الاستعجالية إما بناء على طلب وكنفتح ملف تبليغي وكنمشي كنبلغ ذاك الطرف، والمشرع عطى مكنة أخرى. أشد المكنة الأخرى في التبليغ إلى جاني سؤال: إذا حضر الأطراف وقت صدور الحكم أو صدور الأمر، عفوا هذه أوامر، إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في هذاك الوقت يبقى صحيح. شكون اللي كيبلغهم؟ كاتب الضبط يبلغهم بأنهم حاضرين، يبلغوا بالحكم ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ. كيشير في ذاك الأمر إلى أن الأطراف حضروا وتم إشعارهم بأجل الاستئناف، كيتم المعاينة ديال هذاك التبليغ هذاك بطبيعة الحال، ويرتب أطراف في تبليغ الطرف الآخر. إذا الأوامر الاستعجالية مادام الأطراف كتحضر، إذا كانوا حاضرين بالجلسة يتم تبليغهم كذلك عن طريق كاتب الضبط ويشار في الأمر ويتم معاينته بذلك ويرتب أطره في تبليغ الطرف الآخر بطبيعة الحال. هذا فيما يتعلق بالاستعجال. الأمر بالأداء اللي هي كذلك مسطرة منوطة بمن؟ منوطة بمؤسسة من رئيس المحكمة. ونغبي الطلبة هنا يكونوا أطونتيف. نقول لكم علاش. أولا الاختصاص القيمي المعقود لرئيس المحكمة الناظر في الأمر بالأداء أن يتجاوز المبلغ ماذا؟ 5000 درهم. علاش 5000 درهم؟ لأن أقل من 5000 درهم غادي نمشيو عند قاضي القرب، غرفة قضاء القرب. إذا يفوت 5000 درهم عاد نتكلموا على مسطرة الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة. هذا واحد. اثنين، خاص الراقب على أن هذا الاختصاص النوعي لمعقود رئيس المحكمة يجب أن يكون مستحقا بموجب ماذا؟ سمعوا مزيان، بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي اللي كيوثقوا إحدى المؤسسات اللي كتعرفوها نتومايا، أو اعتراف بدين مصادق على صحته. إذا الدين أو الأداء أو هذا المبلغ كيكون ثابت بمقتضى سند مستحق بموجب ورقة تجارية، شيك، كيم بيالة، سند لأمر. يجيني سؤال: نعم، شيك، كيم بيالة، سند لأمر، أو سند رسمي أو عرفي مصادق على صحته. نطرح سؤال ونجي
ونقول ينعقد اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية. ما قلت كاين رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بموجب شيك بقيمة 30,000 درهم، كيمبيالا بقيمة 30,000 درهم، سند لأمر بقيمة 20,000 درهم. جميع الأجوبة خاطئة. الجواب الأول والثاني خاطئ. لماذا؟ لأن هناك اختصاص قيمي لا يمكن لرئيس المحكمة أن ينظر في دعاوى الأمر بالأداء المعروضة عليه بمقتضى أو المستحقة بموجب أوراق تجارية تتجاوز 20,000 درهم. تنازع الاختصاص بينه وبين رئيس المحكمة التجارية. إذن إلا في 20,000 درهم في الخاص يمشي عند رئيس المحكمة التجارية. لاحظوا معايا، نهار غتحدد من غنجو الأقسام اللي تحدد قسم تجاري غيقول رئيس قسم تجاري كنعقد ليه الاختصاص. إلا كان رئيس قسم تجاري نعم بالمحكمة الابتدائية. أما المحكمة الابتدائية فاش قسم تجاري يمشي السيد اللي عنده دين ثابت بمقتضى ورقة تجارية سواء تعلق الأمر بشيك أو كيمبيالا أو سند الأمر يمشي لرئيس المحكمة التجارية إذا تجاوز ماذا؟ 20,000 درهم، 2 مليون. قل من 20,000 درهم وما كتقلش على 5,000 درهم رئيس المحكمة. إذا انتبهوا إلى هذا المعيار القيمي. إذا تجاوز 20,000 درهم نمشي لرئيس المحكمة التجارية، قل من 20,000 درهم نبقى عند رئيس المحكمة الابتدائية. متفقين؟ إذا الدين ذاك عفوا الطلب اللي غتقدم لي المحكمة المقال يفوت 5,000 درهم، يكون ثابت بمقتضى ورقة تجارية كما قلت، سند رسمي أو اعتراف دين، 3 ديال الحوايج. الورقة التجارية كتلقاسم من الشيك، الكيمبيالا، وكذلك السند لأمر. والطلبه قريت هادشي في الاوراق التجاريه بطبيعه الحال. في 22,000 درهم مشاو عند رئيس المحكمه التجاريه، قل من 20,000 درهم بقاو عند رئيس المحكمه. المحاكم الابتدائيه ذات الولايه العامه اللي غتكون فيها اقسام متخصصه، اقسام تجاريه، نعم ينعقد الاختصاص للقسم التجاري بذات المحكمه. لماذا؟ لان هذه الاقسام التجاريه غيتم الاحداث ديال المحاكم الابتدائيه غتنقل الاختصاصات ديال المحاكم التجاريه، وغادي نجيو نتكلموا على هذا الشيء، نتكلموا على الاقسام والمحاكم. اذا نبقاو غادي في المحاكم العاديه ذات الولايه العامه. اذا كنظن الصوره واضحه. كيفيه اقامه هذا النوع من الدعاوى؟ إذا هاد مع الدعوة كتقام بمقتضى مقال المشرع لم يتكلم عن التصريح. لاحظوا معايا، مقال. شكون هي المحكمة المختصة؟ المحكمة المختصة هي المحكمة التي يتواجد دائرة نفوذ الطرف المدعي الطرف المدين. الدائن يتبع الطرف المدين في عنوانه، الموطن ديالو الأصلي، المختار أو محل إقامته. المشرع واضح. يجيني السؤال في هذا النوع من الدعاوى، الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة بطبيعة الحال التي يسكن بدائرة نفوذها من؟ الطرف المدعى عليه أو المدين اللي هو الموطن الأصلي ديالو، المختار أو محل الإقامة. تصريح قلنا ما كاينش. هذا المقال خلافا للمقالات الأخرى تكلمنا عليها، لأن هناك بيانات رتب عليها مشرع مدى عدم القبول وتكلمنا عليها من كنا كنتكلموا على المقالات المدنية. هذا المقال كذلك خاصو يكون فيه الاسم العائلي والشخصي، المهنة والموطن، من كنقول الموطن دائما الاصلي او المختار، او محل الاقامه. واذا كانت شركه هي للطرف المدعي او كانت مدعيه كنذكروا الاسم ديال الشركه، النوع ديالها والمركز الاجتماعي، العنوان ديالها بطبيعه الحال. غير الى بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهاش موطن اصلي او مختار او محل اقامه بالمغرب، يعني يتواجد خارج ارض الوطن، شي واحد انت مسلفو كيتواجد في فرنسا ولا بلجيكا ولا ما عرفت فاين، ما كتقبلش دير به دعوه ديال الامر بالاداء امام رئيس المحكمه، خاصك تمشي للغرفه المدنيه امام القضاء المدني. بالنسبه للاشخاص الله يرضي عليكم الذي يكون من الواجب تبليغهم خارج ارض الوطن او لم يكن لهم عنوان معروف بالمغرب، لا يمكن ممارسه هذا المسطره في المواجهه ديالهم. اذا كتمارس في مواجهه الاشخاص الذين يسكنون بالمغرب في محل موطنهم الاصلي او المختار. هذا المقال اللي تكلمنا عليه اللي كيتواجدوا في هذه البيانات كلها ضروري ان نبين في ماذا؟ الموطن طبيعة الحال ديال الطرف، ونبين فيه بيان المبلغ بدقه، شحال كنتسالو كندير تما 20,000 درهم، 30,000 درهم، 40,000 درهم، قد تكون حتى 100 مليون. الا كانت 100 مليون ثابته بمقتضى سند رسمي او اعتراف بدين، نعم الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمه، نعم ينعقد لرئيس المحكمه. الا بالنسبه للورقه التجاريه لا، في 20,000 درهم تشعر رئيس المحكمه التجاريه. اذا كنبين المبلغ بدقه بطبيعه الحال. ثم من بين الاساسيات خذ ديال المقالات الافتتاحيه على مستوى الامر بالاداء او الطلبات يجب ان تكون لها مرفقات. شنو هي المرفقات؟ تعزيز المقال باصل سند الدين. عندي ورقه رسميه كندير الاصل ديال سند الدين، والمشرع شنو قال لي في ذات الان؟ قال لي دير الاصل وصوره مطابقه للاصل منه.
وإلا كانوا مجموعة ديال المدعي عليهم، مجموعة ديال عندي 3 ولا 4، يكون عندي 4 ديال الصور مطابقة للأصل. إذا الأصل إلا كانوا عندي 4 ديال المدعي عليهم، يكونوا عندي 4 الصور مطابقة للأصل كترفق بالمقال الافتتاحي. إذا كان واحد كندير أصل الدين أو السند الأصلي، وكندير صور مطابقة للأصل منه، ضروري ولزاما حتى ينعقد للرئيس النظر تحت طائلة عدم قبول الطلب. إذا المقال يرفق بأصل سند الدين، سواء كان ورقة رسمية أو عرفية أو ورقة تجارية، وصور مصادق على صحتها بعدد الأطراف المدعى عليها. متفقين؟ المسطرة في الأمر بالأداء مسطرة غير تواجهية. ما معنى غير تواجهية؟ ما كتخضعش لإجراءات الاستدعاء، ما كنستدعيش الطرف الآخر المدين ونقول له راه كاين واحد الدعوة جارية في مواجهتك، لا. إذا هنا هي مسطرة غيابية، ننظر في غيبة الأطراف، رئيس المحكمة في مكتبه وإذا غاب بطبيعة الحركة في أقدام القضاة. إذا في غيبة كاتب الضبط كذلك. هذا النوع من المساطر ما كيحضرش فيها كاتب الضبط. المسطرة الوحيدة اللي كيحضر فيها كاتب المؤسسة الرئيس هي القضاء الاستعجالي بالجلسة، لأن كنلبس البدلة ديالي وكندخل الجلسة وكتنعقد الجلسة أنا وكاتب الضبط. أما الأمر بالأداء والأمر على الطلب، الرئيس في مكتبه. إذا ينظر في هذا النوع من القضايا في غيبة ماذا؟ في غيبة الأطراف، في غياب سواء الطرف المدعي أو الطرف المدعى عليه. يؤدى عنها رسم قضائي شحال؟ 100 درهم، بحال الاستعجالي، رسم قار أو ثابت ماشي نسبي. قلنا في الأوامر على الطلب 50 درهم، في الأوامر الاستعجالية والأوامر الأمر بالأداء واخا يكون المفتى في مليار. لاحظوا معايا كيأدى لي 100 درهم فقط كرسم قضائي ثابت في الامر بالاداء. في حاله الا مشى وبغى يدير دعوه ديال الاداء في امام الغرفه المدنيه كيولي الرسم النسبي. لاحظوا معايا امام مؤسسه الرئيس برسم ثابت اللي هو 100 درهم، والا مشيت امام الغرفه المدنيه هنا كنخضعوا الرسم النسبي، ديك النسبه حسب المبلغ ديال 4%، 2.5% و1%. اذا قلت الرسم القضائي رسم ثابت 100 درهم، غير ملزمه بتنصيب محامي، لا يبلغ الأمر بطبيعة الحال مرفقا وجوب نسخة من الطلب عن سند الدين. إذا في هذه الحالة يجب مني كي تحكم ذاك الملف كناخذ نسخة تبليغ ذاك الأمر وكنرفقه بماذا؟ وجوبا. هذيك الوثيقة ديال التبليغ خاص يتفق بها الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان. إذا نسخة من الطلب وصورة من سند الدين. علاش قلت لكم قبيله داك الصورة اللي قال عليها المشرع خاصها تكون مني كنبلغ نسخة تبليغ خاص تكون صورة مرفقة بهذاك الطلب بهذاك الأمر عفوا تحت طائلة المشرع. اش قال؟ تحت طائلة البطلان. لاحظوا معايا بطلان إجراءات التبليغ ماشي الحكم ماشي الأمر. الأمر صدر بالأداء وكنجي أنا كنبي داك السي يمشي يبلغ. إذا ملي كيبي يبلغ نعم كيتفتح ملف ديال التبليغ اللي كنأدوا عليه واحد 20 درهم اللي هو رسم ثابت، كنديروا في واحد الطي ديال التبليغ بالنسبه لذاك الامر، كنديروا مع السند كذلك الصوره المطابقه للسند وشهاده التسليم، وكنخرج كنبلغوا ديك شهاده التسليم كترجع. السيد اش كيتسلم؟ كيتسلم الطي وكيتسلم الامر وكيتسلم صوره من سند الدين حتى بطبيعه الحال يحصل عنده عسر التوقع ويحدد موقفه في الاداء من عدمه. متفقين؟ اذا الا ما ترفقش بذاك الامر صورة من سند الدين المشرع شنو قال؟ قال البطلان. ثم يرفق كذلك بهذا التبليغ الإعذار. ما معنى الإعذار؟ أن أعذر الطرف المدعى عليه بالأداء أو من حقه التعرض داخل أجل 15 يوم. قلنا الأوامر على طلب غيابي ما كتخضعش التعرض، قلنا الاستعجال واخا غيابي ما كتخضعش التعرض. الأمر بالأداء يخضع للتعرض ابتداءً وما يمكنلكش تمارس فيه الاستئناف الا بعد التعريب بالتعرض. اذا التبليغ في هذا النوع من الاوامر الامر صوره طبق الاصل من السند بطبيعه الحال تحت طائله البطلان، ثم الاعذار يعني اعذر هذاك الشخص المدين باداء ما بذمته من دين او من مبلغ تم الحكم به في بمقتضى الامر او ان عنده الحق يتعرض داخل اجل 15 يوم، علما ان هذا النوع من الأوامر مشمول بالنفاذ المعجل. واخا تتعرض راه مشمول بالنفاذ المعجل غيتنفذ عليك الا الا سلكتي مسطره ايقاف التنفيذ. مسطره ايقاف التنفيذ هذا النوع من الاوامر امام ماذا؟ امام الغرفه المدنيه بدايه المحكمه. هاني جاي ليه الغرفه المدنيه المختصه في النظر في التعرضات على الاوامر ديال الاداء اللي كياخذها رئيس المحكمه، ماشي هو اللي كيدير في التعرض كيتنقل. انا غنقول لكم مسطره كيفاش. اذا مشموله بالنفاذ المعجل. هذا النوع من القضايا لا يقبل سوى التعرض.
يتم تبليغه كذلك. هذه من الخصائص المهمة ديال الأمر بالأداء. ينبغي تبليغ الأوامر بالأداء اللي كتصدر عن رئيس المحكمة داخل أجل سنة، عام. اش قلنا في التقدم ديال الأحكام؟ قلنا 30 سنة التقدم ديال الأحكام. نقدر تصدر لنا حكم اليوم ونجلس عليه 10 سنين عاد نبلغوا وننفذوا، ومن حقي. في الأمر بالأداء لا، المشرع قال لك كي كتصدر ذاك الأمر خاصك تبلغوا داخل أجل سنة، اش رتب عليه؟ كأن لم يكن. لاحظتوا معايا الاثر اللي رتبه المشرع؟ كأن لم يكن، بمعنى ان ما بقاش عندك الحق تبلغه، تستصدر ديك الوثيقه ديالك وتمشي دير دعوه اخرى. هذا ما كيعيقكش انك دير دعوه امام الغرفه المدنيه، ولكن راك غتخلص عليها وغتدخل في مسار اخرى اللي فيها التواجهيه وفيها 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 وفيها. متفقين؟ اذا الامر بالاداء ينبغي شموله بالنفاذ المعجل، ينبغي تبليغه داخل اجل سنه، والا اعتبر كأن لم يكن بطبيعه الحال. يخضع للإجراءات العادية في التبليغ. بالنسبة للتعرض مسطرته واضحة. المسطرة ديال التعرض كيف؟ ينبغي على الطرف المدين الذي يريد أن يتعرض على الأمر بالأداء أن يتقدم بمقال مكتوب. لاحظوا معايا، بمقال مكتوب لرئيس المحكمة، بصندوق المحكمة كيأدي عليه 50 درهم رسم قار. بمقال مكتوب يؤدي عليه 50 درهم تعرض هذا، وكيترفع الملف من عند رئيس المحكمة ويحال على الغرفة المدنية بنفس المحكمة الابتدائية. الغرفة المدنية هي التي ينعقد الاختصاص في النظر في التعرضات على الأوامر بالأداء بطبيعة الحال. الحكم اللي كيصدر على الغرفة المدنية كذلك يجب أن يكون مشمولا بدادا بالنفاذ المعجل. إذا المحكمة، الغرفة المدنية المحكمة كتنظرش التعرض المحال عليها، نعم يجب أن تشمله بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بمعنى أننا غنمشيو ننفذوه بالرغم من الطالب الاستئناف، علما أن هذه الغرفة هي المختصة بالنظر في طلبات إيقاف التنفيذ. لأنك ملي كتجي وكتستصدر أمر من طرف رئيس المحكمة وكدير فيه التعرض أمام الغرفة المدنية، راه ما كيوقفش التنفيذ، كنفذ. وإلا بغيتي انت الطرف المدني كنتي كتنازع وبغيتي توقف التنفيذ، خاصك تقدم بطلب الى الغرفه المدنيه اللي كتنظر في التعرض، هي اللي كتصدر الامر ديالها بايقاف التنفيذ من عدمه. اذا الغرفه المدنيه هي المختصه بالنظر في الطلبات العريضه ديال ايقاف التنفيذ، وهي المختصه كذلك بالنظر في التعرضات المرفوعه اليها بخصوص الامر بالاداء. الغرفة المدنية في إطار المحكمة اللي كتصدر الحكم ديالها، هذا الحكم يكون قابل للطالب الاستئناف داخل أجل 15 يوما. الأحكام الأخرى المدنية اللي كتصدر كما قلنا يتم الطعن فيها ماذا؟ داخل أجل 30 يوما. الأجل هو 30 يوم. بالنسبة للأحكام الصادرة بشأن التعرضات في إطار الأمر بالأداء، الاستئناف ديالها غير 15 يوم ماشي 30 يوم، الاستثناء اللي كاين على مستوى الغرفة المدنية. متفقين؟ ويجب المشرع حدد أجل ما يسمى بالأمد العمري، الحياة ديال الدعوة، الأجال ديال الدعوة. المشرع حدد أنه يجب النظر في هذا النوع من الدعاوى إن بعد التعرض عليها سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف داخل أجل ماذا؟ 3 أشهر. داخل أجل 3 أشهر. إذا الأمد العمري ديال الأمر الأداء منذ التعرض عليه إلى حين البت في محكمة الاستئناف هو 3 شهور بطبيعة الحال. هذا فيما يتعلق بالمساطر الاستعجالية أمام رئيس المحكمة، علما إلا بغيتوا تزيدوا أنه متى تبين لمحكمة الاستئناف أو حتى المحكمة الغرفة المدنية أن الشخص المدين تعرض أو استانف فقط من أجل التسويف وتمطيط المسطرة أو ما إلى ذلك، يمكن أن تحكم بغرامة مدنية لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 15%. إذا فتى إلى ذاك الدين عندك 6 ديال المليون كتحكم لك ب5% من ذاك المبلغ او 15%. غير هذه الغرامه المدنيه ما كياخذهاش الطرف المدعي لما كتمشي للخزينه العامه. الى جاني السؤال، الغرامه المدنيه المحكومه بها في اطار الامر بالاداء هل يتم استخلاص من طرف المدعي؟ نعم يتم استخلاصه من طرف الخزينه العامه. هي غرامه مدنيه كتحكم بها المحكمه متى تبين لها ان الطرف المدعي فقط يريد تسويف وتطويل المسطره او ما الى ذلك. اذا تلكم اهم القواعد والأحكام اللي كتخص سواء تعلق الأمر بالغرفة العقارية في المادة العقارية أو بالمساطر. حاولت أن أختزل دائما أقربها لكم على أساس إن شاء الله تعالى في حصص قادمة نقدروا نديروا مراجعة عامة في إطار سؤال جواب كوسيين. غير أن اليوم طلعت على واحد السؤال في، اسمحوا لي نقول لك باش نختم بهذه المسألة هذه، طلعت على سؤال في فيسبوك طرحوا واحد السيد كيقول لهم بالنسبة للأشخاص اللي كتقتل خارج أرض الوطن كيفاش هل يتم تبليغهم عن طريق كتابة الضبط بالبريد المضمون
الطريقة الدبلوماسية أو سماه هو بالإنابة المدنية الدولية. الأغلبية اش كيديروا الطريقة الدبلوماسية والإنابة الدولية المدنية، والعكس خطأ. وهذا تصور كنت واحد ما جاوب صحيح. كنقرا في دوك الاجوبه كنلقى مجموعه ديال، كاين اللي قال غير الطريقه الدبلوماسيه بوحدها، وكاين اللي قال الطريقه الدبلوماسيه والانابه. بالعكس شوفوا الفقره الاخيره من الماده 37 من قانون مصر المدنيه: اذا كان الشخص اللي غادي نبلغوه يقتل خارج ارض الوطن، المشرع حدد طريقتين ديال التبليغ الاستدعاء: اما بالطريقه الدبلوماسيه او عن طريق البريد المضمون مع الاشعاري بالتوصل. عقلوا عليها وليداتي، اذا كان خارج ارض الوطن طريقة دبلوماسية أو بالبريد المضمون مع الإشعاري بالتوصل. إذا إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، متمنيتي لكم جميعا بالنجاح والفلاح إن شاء الله تعالى والصواب. وأتمنى هذا الجهد أن لا يذهب سدى، وأن نتمكن جميعا من مجموعة من المعارف التي تفيدنا سواء في حياتنا اليومية أو على مستوى تمكيننا من المعارف البيداغوجية والأدوات اللي غتمكننا أننا نحاولوا الأجوبة الصحيحة أو نتكونوا، لأن ما جابش الله في هذا الامتحان ممكن يجاوب آخر على أساس أنني كنتكون بواحد الشكل اللي هو رصين وكبير. وكنتمنى إن شاء الله تعالى أن هذا الجهد يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. عليه توكلت وإليه أنيب وإليه المصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.